من أكتر الأماكن اللي فيها أشباح على الأرض، وأكتر الأماكن اللي بيروحها السحرة عشان يعملوا أعمالهم السحرية وخاصة السحر السفلي. جزيرة بوفيليا الإيطالية، جزيرة الأشباح أو جزيرة الموت. تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. حكاية الجزيرة دي بدأت سنة 421 لما اكتشفها مجموعة من الناس بسبب هروبهم من الصراعات. وبعد ما الناس هاجروا للجزيرة دي واكتشفوها واستقروا فيها، الحياة كانت ماشية عادي خالص، حياة مستقرة في جزيرة جميلة جدا، لحد ما بقت الجزيرة دي مطمع للناس فتعرضت للهجوم. وهنا بقى الناس هجروا الجزيرة وسابوا جثث الناس اللي ماتت في الجزيرة بسبب الهجوم ده زي ما هي على الأرض. ومرت سنين والجثث زي ما هي مرمية على الأرض، لدرجة إنها تحولت لعظم، وبقى العظم ده جزء أساسي من تربة الجزيرة. وفضلت الجزيرة مهجورة، اللي يشوفها من بره يحس إنها فيها حاجة غريبة، لكن هي في الحقيقة ما فيهاش أي حياة، لحد ما السلطات الإيطالية قررت تحويل الجزيرة دي لمستشفى لعلاج الأمراض النفسية، وإنها تكون حجر صحي لأي أمراض موجودة في الوقت ده في إيطاليا. لحد كده زي الفل. سنة 1348 انتشر الطاعون في كل أوروبا، وفي ناس كتير ماتت بسبب المرض ده. وهنا بقى السلطات الإيطالية قررت تحويل الجزيرة من مستشفى الأمراض النفسية لمقبرة جماعية تدفن فيها كل الناس اللي ماتت بالطاعون. ورجعت الجزيرة تاني مليانة بالجثث المرمية في كل مكان، وبقت الناس اللي بتروح الجزيرة عشان تتعالج في الحجر الصحي ما بيرجعوش، وبقوا بيحرقوا الجثث. ومش بس كده، ده كمان بيحرقوا الناس اللي نسبة شفائهم ضعيفة. ووصل عدد الناس اللي ماتت بالطاعون ل160 ألف بني آدم. وكل اللي كان عايش في الفترة دي وكتب مذكرات كان بيأكد إن في أشباح بتظهر في الجزيرة، وعشان كده اتوصفت في أكتر من كتاب إنها جزيرة الأشباح، لأنها كانت منطقة مرعبة. وعام 1814 وصل نابليون للجزيرة دي، وأمر كل جنوده إنهم ينظفوها من أي آثار للجثث عشان يقدر يستغلها كمخزن ليه. لكن بقى الغريب إن جنود نابليون كتبوا مذكرات بيأكدوا فيها إن أي حركة كانوا بيعملوها جوه الجزيرة كان بيطلع صوت غريب جدا، وكانوا بيحسوا كمان بتحركات غريبة، وعشان كده هجروا الجزيرة. ورجعت الجزيرة مهجورة تاني، ولكن 1922 قررت السلطات الإيطالية إحياء الجزيرة من تاني، وبدأت تبني مستشفى للأمراض النفسية والعقلية. ووعدوا الأطباء إنها هتعين مجموعة من رجال الأمن عشان تقضي على أي خوف. ولكن المرعب إن الدكاترة كتبوا تقارير إن كل المرضى اللي بيتعالجوا في المستشفى دي بيشوفوا بالليل أشباح بتنده عليهم وبترمي عليهم حاجات عشان تخرجهم من الجزيرة، لأنهم مش حابين وجودهم جوه الجزيرة. وطبعا بما إنها مستشفى أمراض نفسية وعصبية، فالدكاترة في الأول قالوا إن دي هلاوس وإنها أمراض نفسية بتخلي المريض يعني يتخيل إن في حد قاعد جنبه أو حد بيكلمه. ولكن الصدمة الكبيرة إن الأشباح دي بدأت تظهر للدكاترة نفسهم، وبدأوا يشوفوا ويسمعوا أصوات غريبة جدا، وإن في أصوات وأنوار بتظهر في البحر. لحد ما حصلت حاجة غريبة جدا، دكتور جاله حالة عصبية، بقى عمال يموت في المرضى ويعذبهم ويعمل عليهم تجارب غريبة ويدفنهم كمان أحياء. ولما سألوه ليه بتعمل كده، قال لهم إنه بيظهر له بالليل أشباح بتطلب منه إنه يعمل كده فيهم. واتقال إن الدكتور ده رمى نفسه من فوق مبنى، وبعد فترة شبح الدكتور نفسه بقى بيطلع للدكاترة زمايله. وهنا كانت السلطات لازم تقفل المستشفى، وفعلا قفلت المستشفى ومنعت الحياة على الجزيرة بسبب خوف الدكاترة والمشاكل اللي حصلت، لحد ما السلطات قررت تحويل الجزيرة دي لمنتجع سياحي وبيعها لشركة سياحية. ولكن المرعب إن الشركات اللي كانت بتروح كانت بتقول إنها بتقابل ناس هناك وبيكلموهم، وبعد ما بيرجعوا بيكتشفوا إن مفيش حد نهائي على الجزيرة. وطبعا بسبب كل الأحداث دي الكل رفض يشتريها بسبب الكلام اللي بيدور حواليها. أنا رأيي إنهم ينسوا الجزيرة دي خالص، وانتوا كمان قولوا لي رأيكم في التعليقات.